أهو اليوم ده بالذات ما يتنسيش، أنا فاكر التاريخ وفاكر كنت لابس إيه، وفاكر كل تفصيلة زي ما تكون امبارح. عملت صورة دم كاملة عشان كنت حاسس بدوخة والدكتور قال لي يمكن تكون أنيميا، النتيجة طلعت ولقيت إن صفايح الدم عددها أقل بكتير من الطبيعي، فرُحت لدكتور أمراض دم وطلب مني تحاليل تانية، عملتها وطلعت كل حاجة زي الفل، بس أنا استغربت منين كله تمام ومنين صفايح الدم قليلة كده؟ دخلت على النت وقعدت أدوّر لحد ما لقيت إن الHIV واحد من الأسباب اللي بتخلّي الصفايح في الدم تقل، الحقيقة ما تخيّلتش لحظة بصراحة يكون عندي خالص، رُحت فعلًا لمعمل تحاليل وأنا مش في بالي وقاعد بقى باضحك وأهزر بقى والدنيا تمام يعني، بس التحليل طلع إيجابي، طبعًا رعب، قلق، خوف، عياط من الصدمة لمّا عرفت إن خلاص هي دي الحقيقة. طبعًا مش هاحكي لك الموضوع خَد منّي وقت قد إيه لحد ما اتجرأت ورُحت مستشفى الحُميات في المحافظة اللي أنا عايش فيها، دخلت المستشفى وأنا لابس نضارة وكاب وكمامة عشان ما حدش يعرفني، قعدت مع دكتور المشورة وبدأ يسألني عن اسمي وسني ومكان السكن وطريقة الإصابة، جسمي كان بيترعش كلّه من الخوف، بعدها خَد منّي عينة دم وطلب منّي تحليلين أعملهم في المستشفى. عملت فعلًا التحليلين، ولمّا سألت الحُمّيات عندي حاولوا يجيبوا لي نتيجة من القاهرة قالوا لي مش عارفين نجيبها، ومع الوقت اتعرّفت على ناس تانية متعايشة زيي واكتشفت إنّهم هم كمان لمّا سألوا على تحاليلهم كان الرَد بعد 6 شهور من العلاج تقدروا تعرفوا يعني. قعدت بعدها 4 أو 5 شهور مستني أصرف العلاج، بس الموافقة ما جاتش بالصرف، لحد ما جالي نزيف بسبب قلة الصفايح في الدم، حاولت بكل الطرق أوصل للعلاج لحد ما وصلت لدكتور مهم كان هو المسؤول عن برنامج الHIV وعمل لي استثنا عشان أصرف العلاج لأنه كان في عجز في الأدوية ساعتها. أنت عارف الفكرة في إيه؟ الفكرة إن أنا موظف حكومي، وكل يوم كنت باروح الشغل وأنا خايف لحد في الشغل يشم خبر عن الموضوع ده، كل ما التليفون يرن والاقي الشغل احط ايدي على قلبي واقول خلاص هم عرفوا هاتفصل، اقعد افكر بقى في الفضيحه والفقر بعد كده. للاسف غصب عني بقيت عصبي وساكت وبستنى ايامي تعدي على خير وخلاص يعني. انا نفسي بس قلبي يطمن واعيش في هدوء من غير قلق، بس حقيقي انا مش عارف ازاي حقيقي.